صحيت من النوم لقيت صورة ليا وأنا نايم ومفيش حد في البيت غيري. الساعة كانت 2 بعد نص الليل والموبايل بتاعي كان على الكومودينو جنبي. لما مسكته لقيت إشعار بيقول صورة جديدة في الاستوديو. فتحت لقيت نفسي نايم والإضاءة جاية من زاوية الأوضة ومفيش أي مصدر نور هناك أصلا. الغريب إني كنت نايم على جنب الشمال، لكن في الصورة أنا ببص للكاميرا وعيوني مفتوحة. بعد ما شفت الصورة حسيت بإيديا بتتجمد، قلبي بيخبط في صدري. بدأت أدور في الأوضة، فتحت النور لكن النور قمي مرة وطفى تاني. حسيت إني مش لوحدي. من المراية اللي قدام السرير شفت حاجة واقفة ورايا، حاجة طويلة جسمها نحيف بشكل مش طبيعي ووشها متغطي بشعر أسود نازل لحد الأرض. اتجمدت مكاني مش قادر أتحرك. سمعت نفس الإشعار صورة جديدة في الاستوديو. بإيدي المرتعشة فتحت الصورة، كانت أنا واقف في نص الأوضة والكيان ده واقف جنبي وإيده محطوطة على كتفي. الساعة كانت 2 بعد نص الليل والموبايل بتاعي كان على الكومودينو جنبي. لما مسكته لقيت إشعار بيقول صورة جديدة في الاستوديو. فتحت لقيت نفسي نايم والإضاءة جاية من زاوية الأوضة ومفيش أي مصدر نور هناك أصلا. الغريب إني كنت نايم على جنب الشمال، لكن في الصورة أنا ببص للكاميرا وعيوني مفتوحة. الصورة كانت واضحة، أوضح من المفروض تكون عليه، كأن حد كان واقف بيصور من جوه الأوضة نفسها. حاولت أرمي الموبايل بس إيدي مش بتتحرك. حسيت نفس بارد بيقرب من ودني وكلمة واحدة اتقالت بهمس: شوف المراية. بصيت، المراية ما كانتش بتعكسني أنا، كانت بتعكس الأوضة وهي فاضية. مفيش سرير، مفيش أنا، مفيش أي حاجة إلا الكيان الطويل واقف قدام المراية بيبصلي من جوه الإطار. فجأة نور المراية اتحول لوهج أبيض والصورة في الموبايل اتبدلت. لقيت صورة سرير فاضي والموبايل محطوط فوقه. ساعتها فهمت إن اللي بيشوف الكيان بيختفي من المراية الأول وبعدها من المكان كله. آخر حاجة سمعتها قبل ما الدنيا تسود كانت صوت الكاميرا بيتكرر، كأن حد بيلحق يوثق كل لحظة. واللي حصل بعد كده ما اتقالش لحد. صحيت، أو على الأقل كنت فاكر إني صحيت. كنت على السرير بس الأوضة ما كانتش. الجدران لونها غامق وكلها صور لوجوه ناس كلها مشوهة، وفي نص الصور وش واحد واضح جدا، وشي. سمعت خطوات جاية من ورا الباب، خطوات تقيلة وبطيئة. كل ما تقرب الصور حواليا بتتهز كأنها بتتنفس. الباب اتفتح شبر واحد ومن الفتحة الصغيرة شفت نفس الشعر الأسود الطويل بيتسحب على الأرض زي الدخان. فجأة الموبايل بتاعي رن، نفس نغمة الإشعار. فتحت الرسالة صورة جديدة. أنا نايم على السرير والباب ورايا مفتوح أكتر وفي ظل ضخم بيغطي نص الأوضة. قبل ما أقدر أتحرك الإضاءة طفت وفضلت الصورة هي النور الوحيد، وكل ثانية بيجي إشعار جديد، صورة بعد صورة، لحد ما وصلت لآخر صورة. في الصورة الأخيرة أنا مش موجود، السرير فاضي والمراية فاضية هي كمان.